من أهم القرارات اللي خاصة بالمنتجات أو بالمنتج وتسويقه، على الرغم إنها تبدو في نظر البعض شيء مش مهم، إنما هي شيء في غاية الأهمية، هي الباكجينج. يعني إيه كلمة باكجينج؟ باكجينج دي كلمة يعني تغليف أو تعبئة. وبالتالي لما تيجي تشوف إيه هو الباكجينج، هو وضع البرودكت أو المنتج بتاعك في علبة او كرتونة او غلاف او كيس، تعبئته يعني وتغليفه. المفروض ان بالمنطق البسيط او بالمعنى البسيط لكلمة باكج، هي الوعاء او هي الكونتينر اللي بيحتوي على المنتج بغرض حمايته. انما لا، الموضوع في العالم الحديث دلوقتي او في السنين الاخيرة اصبح تجاوز خالص فكرة ان الهدف من الباكج هو بس حماية المنتج. لا، الموضوع دخل في صلب التسويق، ان بقت التغليف ده او شكل العلبة او شكل الوعاء المحتوي على المنتج ده احد وسائل التسويق بشكل كبير جدا. مين فينا ما بينجذبش لبرودكت معين لمجرد ان شاف شكل العلبة بتاعه لفت نظره، الوان العلبة لفتت نظره؟ لو بصينا مثلا كمان على البرفيومز ومنتجات التجميل، هنلاقي شكل الازازه نفسها، شكل العبوه. لو كريم، شكل الكريم بيبقى مختلف. لو في ازازه عطر او برفيوم شكلها مميز او شكلها غريب، بتلاقيها بتلفت نظرك. الباكجينج نفسه لفت نظرك، ما بالك بقى بالمنتج؟ وبالتالي مؤخرا بدأوا يعتبروا التغليف ده احد وسائل التسويق بشكل كبير جدا، نظرا كمان لان ابتدى يبقى ليها دور كمان في السيطره على الارفف جوه الستورز المختلفه. يعني انك الباكج بتاعتك مش مجرد حاجه بنحط البرودكت جواها، لا، ده حاجه لازم تلفت نظر العميل، لازم تكون شكلها مميز، لازم تكون مناسبه لانها تتحط على الارفف. مؤخرا ابتدى برضو يبقى شكلها لازم يبقى حجمها صغير ومش كبيرة قوي عشان الرف ياخد كميات كبيرة من المنتج، وهكذا. وبالتالي الباكجينج او التعبئة بتاعت المنتج او تغليفه ليها اكتر من فايدة، بتخدم البوزيشننج بتاع المنتج بتاعك اللي انت بتتكلم عليه في الدعاية بتاعتك. تخيل بتتكلم على منتج مثلا ان هو بيرفيوم ريحته طيبه وجميله وبتاع، وشكل العلبه نفسها فيري اجلي، قبيح، طبعا ما ينفعش. وبالتالي البوزيشننج هنا مهم جدا. فكره ان انت تربط ما بين الباكجنج والبوزيشننج ده مهم، بتلفت نظر. طبعا من اهميه الباكجنج زي ما قلنا انها بتلفت نظر العميل، وفي نفس الوقت هي اللي بتخلص الديل او بتقفل البيعه. ان انت مجرد بيحلو شكل المنتج في عينك وانت جاي تشتري لمجرد ان غلافه او تعبئته او العلبه شكلها اتراكتيف او جذاب او شيك. من اهميه الباكجينج، مر احد الخبراء قال حاجه مهمه جدا. قال لك ان مش كل المستهلكين او مش كل اللي بيشتروا المنتج بيشوفوا الاعلانات، ولا بيتفاعلوا مع السوشيال ميديا، ولا ال يعني شافوا اي شغل انت بتعمله خاص بالدعاية. انما ده اكيد مش كل الناس بيشوفوا اعلانات التلفزيون او جوه السوشيال ميديا، انما الاكيد ان كل الناس اللي هيشتروا المنتج بتاعك اتفاعلوا او اتعاملوا او لفت نظرهم الباكج او العلبه بتاعت المنتج بتاعك. يبقى شوف العلبه، شكل العلبه او الكونتينر اللي بيحتوي المنتج بتاعك مهم قد ايه. اللي احنا ممكن في بعض الناس بيعتبروه حاجه تافهه او ملهاش اهميه، لا خالص، ده خط الدفاع الاول والاخير للمنتج بتاعك. يعني يا اما هو اول حاجه هتلفت نظر هتلفت نظر العميل للمنتج بتاعك، يا اما هو اخر حاجه هيشوفها العميل قبل ما يدفع الفلوس ويشتري المنتج. وبالتالي في الحالتين هو مهم جدا وشيء اساسي، لان ده اللي اكيد هو العميل شافه، والا مش هيشتري المنتج. انما مش اكيد يكون شاف اعلان التلفزيون او شغلك على السوشيال ميديا. وفي اجواء المنافسه الطاحنه اللي بين البراندز المختلفه والبرودكت المختلفه، البائع اخر فرصة بالنسبة له في التأثير ان هو يقنعك، وشكل كده المنتج قدامك بتغليفه بحاجته يعني احد وسائل الجذب بشكل كبير
جدا. وبالتالي كتير من الشركات أدركت فعلا ان العبوة لا تقل أهمية عن المنتج، وإنها أحد وسائل الدعاية. وكتير كمان للأسف الشديد شكل العبوات بوظت منتجات، وشكل عبوات تانية رفعت منتجات السماء وباعتها، وكانت يعني أسهمت في إنها تبيع بشكل عالي جدا، على الرغم إن ممكن جودة البرودكت تبقى عادية، ولكن التغليف والتعبئة بتاعته جذابة جدا. أنت يعني عينيك حبت المنتج لمجرد إن أنت شفت شكل العلبة أو شفت ألوان العلبة أو لفتت نظرك. والعكس صحيح، ممكن ان انت المنتج رغم انه جيد جدا ومنتج محترم ما يلفتش نظرك خالص، علشان تصميم العبوة بتاعته فيري بور وغير ملفت للنظر على الاطلاق. مين فينا لم يعاني وهو بيشتري منتجات صعبة الفتح؟ يا خبر، في منتجات كده فتحها صعب جدا. عارفين علب اللي بتبقى جواها مثلا الهارد درايف والفلاشات والحاجات دي، بتبقى سيلد قوي، بتبقى صعبة الفتح جدا، محتاجة مقص او سكينة او آلة حادة او كتر علشان تفتحها. الحاجات دي تخيل انها بتخلي يعني بتوصل 6000 شخص يوميا في الولايات المتحدة الامريكية للمستشفى انهم اتعوروا وهم بيحاولوا يفتحوا المنتج. يعني شوف أهمية الباكجينج ازاي، او التغليف هيدك بشكل كبير، او بيعمل صداع بشكل كبير للناس، وممكن يوصلهم لمشاكل كتيرة. مؤخرا برضو مثلا ممكن تشتري حاجة مسحوق مثلا، او حاجة سائلة للتنظيف، وتيجي تفتحها مش راضية تفتح. ازايز الزيت مثلا، الزيت في ساعات بتبقى متوصله او طالع منها حاجه كده تشدها فتفتح، ساعات الحاجه اللي بتشد وتفتح دي تتقطع، فتبقى مش عارف تفتح الازازه نفسها، مش عارف تفتحها. بعض علب العصير برضو بيبقى ليها زي مشد كده تشده فتفتح معاك، ساعات المشد ده يتقطع منك فتيجي مش عارف تفتح العلبة. ساعات العصير مثلا بيبقى جواه الشاليمو، ليه مكان ان انت تحط الماصة او الشاليمو جوه العصير، فبتلاقي ان المكان ده مش حاد، فمجرد ان هو مش راضي الشاليمو يتحط في العصير، بتبقى مأساة. فتخيل ان ممكن يخليك القرار او شكل الباكجينج او معاناتك مع التغليف بتاع المنتج ده يخليك ما تشتريش المنتج تاني. فالموضوع مهم جدا، وفي نفس الوقت ممكن منتج سهل الفتح بشكل كبير ده يشجعك بجودة المنتج طبعا ان انت تكرر الشراء. يبقى موضوع الباكجينج ده مش مجرد حلية او شكل بس علشان يخليك تشتري، لا ده ساعات الباكجينج ده بيضيع لك وقتك، بيضيع لك مجهودك، بيخليك تقفل اساسا من المنتج، ممكن يعور ايدك وتضطر تروح تطلب خدمة طبية لمجرد ان انت اشتريت منتج صعب ان انت تفتحه وتغليفه سيء. على العكس من كده، المنتجات او البراندز اللي تغلفتها غير انها شيك واتراكتيف، سهلة الفتح وسهلة الاستخدام، دي بتفتح النفس بشكل كبير جدا. يعني لو بصينا دلوقتي مثلا على بوما مثلا كالأحذية الرياضية، هنلاقي ان هي عبارة عن كرتونة موجود عليها البراند لوجو او العلامة التجارية والسيمبل او الرمز بتاع بوما مثلا، ومجرد كرتونه بتتفتح تلاقي الشوز قدامك تطلعه. هتلاقي مثلا بعض علب مثلا التونه مجرد بتفتحها كده خلاص اتفتحت معاك. هنلاقي مثلا البيع بعض منتجات البيض، هنلاقي ان البيضه محطوطه في كرتونه سهله الفتح. الفواكه محطوطه كده في علب ليها مجرى معين، مجرد انك بتسحب التفاحه من هنا سهله، مش هتقعد بقى تقطع في الكيس وتشد في الكيس والحاجات دي كلها. الموضوع بقى سهل، الموضوع بقى انوفيتيف، بقى مبتكر، بقى بيسهل على العميل استعمال المنتج ويحببه انه يشتري المنتج تاني. موضوع الباكجينج برضو او التغليف دخل برضو في سكة سيفتي والبيئة والجرين وجو جرين والحاجات دي كلها. يعني هنلاقي مثلا الفارماسيوتيكال كامبانيز او الشركات الادوية بيبقى التغليف ساعات حتمي بالشكل ده
لأسباب لها علاقة بطبيعة المادة أو طبيعة الدواء اللي داخل العبوة. يعني في بعض الأدوية مثلا لازم تتحط في جوه عبوة ذات زجاج معتم غير منفذ للضوء، عشان طبيعة المية المادة اللي جوه ما ينفعش تتعرض للضوء. فهنا ده حتمي يبقى هنا في اشتراطات للتغليف، لازم تتغلف بشكل معين. مؤخرا برضو أثيرت قضايا لها علاقة بالبيئة، ولذلك مدى استعمال البلاستيك مثلا ومنتجات البلاستيك في التغليف ابتدت كتير من البراندز أو الشركات الكبرى تمتنع عن استعمال البلاستيك. وبالتالي حتى لو رحت دلوقتي مثلا اللي تشتري من ماكدونالدز او كنتاكي او غيرهم، هنلاقيهم ان هم بيدوا لك الاكل بتاعك في ورق معين، كياس من الورق معالجه بشكل معين صديقه للبيئه، علشان ما تبقاش في تلوث. وبالتالي بيسموه ايكو فريندلي باكجينج، اللي هو تعبئه او تغليف صديق للبيئه، بيجي متعبي في اكياس معينه صديقه للبيئه، ما بتتحللش، ما بتاثرش على الكائنات الاخرى او الحيوانات او زي ما كنا بنلاقي برضو بعض الدعايه عن استعمال البلاستيك وان هو ممكن يخنق كثير من الكائنات الحيه او ياثر على التوازن البيئي وغيره. فموضوع الباكجينج ده موضوع مهم جدا، وقرار في غاية الأهمية على الماركتير حسمه قبل ما البرودكت بتاعه بينزل. فهو أحد العوامل المؤثرة أو أحد القرارات المهمة، زيها بالظبط زي البرودكت اتريبيوتس، وزيها بالظبط كمان زي البراندنج. الباكجينج لا يقل أهمية بشكل كبير عنهم. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.